مرحبا بكم في التمثيلية الإذاعية الكوميدية عريس عواطف، بطولة فاروق نجيب وعايدة كامل. أتمنى لكم سهرة ممتعة. يا راجل احمد ربنا وبوس ايدك وش وظهر. ما عندكش حاجة ازاي بقى؟ فتح عليم رزاق يا كريم. انا لسه صباحنا وليا هتبتدي الموال ولا ايه؟ لا ما عندكش حاجة دي. لا عندك بقى يا برعي، عندك خير ربنا زايد. عمارة 3 ادوار 6 شقق ومعرض ومشتل زهور يجري فيه الخيال. عندي كل حاجة، بس ال5 جنيه من غير مؤاخذة اللي بتاخديهم مني مصروف كل يوم مش هتاخدي فيهم مليم زيادة على واحد. ايه رأيك بقى؟ يا راجل حرام عليك، مش مكسوف تقول 5 جنيه؟ 5 جنيه يجيبوا ايه ولا ايه الايام دي؟ هيجيبوا عيش ولا خضار ولا رز ولا لحمة؟ لحمة اختي؟ لحمة؟ وايه لزوم اللحمة دي بقى؟ انزعها عنطزة. ولما الخضار ينطبخ من غير لحمة يا هانم ايه اللي هيجراله؟ هيقول ما تاكلونيش؟ حد في الدنيا يطبخ من غير لحمة يا برعي؟ احنا طول عمرنا كنا بنطبخ من غير لحمة الحمد لله، ما كناش بنجيبها الا في الاعياد والمواسم. ولا نسيت يا لواحظ؟ مش ناسية يا سي برعي، بس احنا اياميها ما كانش حيلتنا حاجة، لكن ربنا بحبحها علينا. بحبحها انت كمان شوية. نعم يا اختي، ابحبحها اكتر من كده يا لواحظ. يا مفترية، ده انا بجيب لك لحمة مرتين في الشهر، يعني مش مقصر لا سمح الله. اعمل ايه اكتر من كده؟ اقطع نفسي، اقطع من لحمي، اطلع من هدومي، اعلن افلاسي؟ الصبح بعيد عن وشي، خلي النهارده يفوت على خير. طب بس اهدى كده يا برعي، مفيش داعي للنرفزة دي. اهدى ازاي بس يا اخواتي؟ طيب اسمع، انا هقول لك على حاجة، بس ارجوك ما تعليش صوتك وتفضحنا وسط الجيران. اتفضل يا استاذ، بالهمسي هنتكلم مع بعض بالهمسي. حاجة ايه اللي عاوزة تقوليها يا هانم؟ يعني ال5 جنيه يعني اللي بتديهم لي يعني مصروف في اليوم، ايه رأيك بقى نخليهم 8؟ علطم يا اخواتي، عشنوا نفسي. عاوزة تخربي بيتي، عاوزة تبيع عيني اللي ورايا واللي قدامي. ليه؟ ال8 جنيه اللي بتقول عليهم على واحد دول يصرفوا على 3 بيوت يا اختي. 3 بيوت؟ ايوه 3 بيوت مع ناس يعرفوا معنى القرش، مش زيك ست مستهترة مسرفة عمالة ترمي الفلوس شمال ويمين ولا بتعمليش حساب لبكرة. 5 جنيه في اليوم يا مفترية ومش مكفيني كمان. صحيح يا اخواتي، ابن ادم ما يملاش عينيه غير التراب. يا برعي احنا بنتفاهم سوا، هو كل كلامك بالزعيق كده يا راجل؟ ما انت اللي هتفهم مرارتي. واحدة غيرك كانت توفر من 5 جنيه، مش تطلب زيادة. لكن اعمل ايه؟ وقعتي جت مش ولا بد، جت في واحدة همها تصرف وتبعزق وبس. لا اله الا الله، جاي تتندم على جوازك بعد 20 سنة يا برعي؟ ده انا اللي حق اندب طول العمر على ميلة بختي، وقعت ما حد سمع عليا. بطلي قر يا وليه والصبحي، ده القر ده يقطع الخميرة من البيت. ما هي مقطوعة يا برعي، هي لسه هتنقطع. الشهادات. سيبك يا وحيد يا ابني من حكاية الشهادات دي. انا جربت اكتر من 20 واحد جم اشتغلوا عندي من غير مؤاخذة هنا في المشتل، ما عرفوش يروحوا ولا ييجوا. الشهادات اي نعم حاجة تشرف، بس عاوزة الايد الشغالة اللي تنفذ الكلام اللي تذاكر. فعلا عاوزة تدريب يا معلم برعي. براء عليك، اهو انت يا ابني قلت المفيد. شهادة من غير تدريب تبقى من غير مؤاخذة حنفية ما بتنزلش مية. طبعا يا معلم طبعا، ما حدش ينكر ان الدراسة من غير تدريب ما تنفعش. ونروح بعيد ليه؟ نروح بعيد ليه؟ الواد ابن اخت اللي امه مسمياه خيشه من غير مؤاخذه، قال ايه؟ عشان يعيش. امه قصدته ديك النهار في كرسي مطبخ ما عرفش يعمله، قال ايه؟ ما علموهمش في المدرسه ازاي يعملوا كراسي المطبخ. واحد واخد الدبلوم في مدرسه الصنايع اسم من جاره مش عارف يعمل كرسي مطبخ. انت بقى وحيد يا ابني خلاف خيشه ده خالص. خلافه ازاي يا معلم؟ مش فاهم يعني. وخدت الدبلون بتاع زراعه،
وجيت على هنا في المشهد بتاعي. اي نعم جيت من غير مؤاخذة، ما عندكش فكرة كبيرة عن ظهور، لان كل اللي كنت عارفه عنهم شوية دروس ذاكرتها ونسيتها لما سبت المدرسة. جيت هنا بقى طلعت السلم درجة درجة لحد ما وصلت لاخره. البركة فيك يا معلم، البركة فيك، وانا من غيرك كنت هبقى ولا حاجة. ولسه يا ابني ولسه، اللي يعيش ياما يتعلم. سيبك دلوقتي بقى من الكلام ده وخلينا في المفيد. انا بقى عاوزك يا وحيد يا ابني في حاجة مهمة اوي. اطلب يا معلم اطلب، انا تحت امرك. النحلة اللي من غير مؤاخذة ما بتديش عسل ملهاش فايدة. انا عاوزك بقى تطلع عسل. إيه؟ عسل كل الدنيا تجري تتسابق عليه. عسل ايه يا معلم؟ انا مش فاهم. انت عارف ان الجمعية الزراعية كانت عاملة مسابقة السنة اللي فاتت في انتاج احسن انواع الزهور؟ ايوه يا معلم ايوه، واشتركنا فيها وطلعنا منها يا مولاي كما خلقتني. لا خدنا ابيض ولا خدنا اسود، مع ان الجايزة واحد يا ابني كانت 30,000 جنيه. ايوه صح بقى. بس يا معلم ما هو بلاش ما هو دي، ما هو بس وقص الكلمات دي هي اللي بتوقف المراكب السايرة يا ابني. احنا السنة اللي فاتت ما قدمناش حاجة جديدة، قدمنا شوية الزهور اللي بنقدمهم كل سنة. يعني بصراحة كده بنقول لهم احنا قاعدين مطرحنا ما بنتحركش. اسمع يا وحيد يا ابني. ايوه يا معلم. مسابقة السنة دي في زهرة القرنفل. عارف يا معلم. لو شديت حيلك يا ابني السنة دي واتجدعنت وطلعت لي قرنفلة شكل تاني، حجم تاني، لون تاني، لو حصل ده كله وكسبنا والمشهد خد جايزة، تفتكر هعمل معاك ايه؟ اي حاجة منك ترضيني يا معلم. لا يا ابني، انا راجل محدد، انا راجل ما بظلمش. انا لازم احدد لك الحاجة اللي هديها لك كمان عشان نفسك تنفتح وتشتغل بجد وبهمة. انا هقسم الجايزة بيني وما بينك بالنص، 40-40، ولا اقول لك انت الربع وانا التلات ارباع. واشمعنى يعني يا معلم زهرة القرنفل؟ الجمعية يا ابني هي اللي محددة موضوع المسابقة. انا انبسطت اللي عرفت كده وقلت مفيش غيرك هو اللي ينفع في الشغلانة دي، لانك غاوي زهرة القرنفل، وعلى رأي المثل الغاوي ينقط بطاقيته. انا سيبك دلوقتي يا ابني تروح تمر على المشتل وتتمم على احواض الزهور كلها وتشوف لك مكان كويس تعمل فيه الحوض اللي انت هتعمل التجارب بتاعتك فيه. بس خلي بالك عشان تكون على نور. أيوة. في غيرك هيشترك معاك في المسابقة وهديله حوض تاني يجرب فيه برضه هنا في المشهد بتاعي. مين ده يا معلم؟ بكرة تعرفه. هو مر النهارده على المشتل يا جابر؟ ايوه يا سيدي مر، وطبعا سأل عليا. طبعا، ولما عرف انك مش في المشتل فضل يبرطم شويه. بيبرطم بيقول ايه؟ هيقول ايه يعني؟ طبعا كان بيشتم، امال يعني كان بيشكر فيك. ده راجل لسانه زي المبرد. انا بشتغل هنا قبلك ب3 سنين وكنت بموت نفسي في الشغل وكسبت الالوفات. عمره ما قال لي متشكر، عمره ما مد ايده يديني مكافأة، عمره ما اداني علاوة. اللي انت قاسيته مع الراجل ده انا قاسيته معاه اكتر جابر يا اخويا. لكن ما قلتليش يعني. ده كله يطلع منك ايه ده؟ ايه ده يا راجل ده؟ ايه حوض زهر البنسيل الجميل بتاعك ده؟ عجبك يا وحيد؟ ايه اللي عجبني؟ قول لي. أيوة. هو المعلم برعي شافه؟ ايوه يا سيدي شافه. وقال لك ايه؟ مط شفته وقال لي انا عاوز اشوف حاجة احسن من كده. يا ساتر يا ساتر على الراجل ده، مفيش حاجة بتعجبه ابدا. استنى عليه بس لما يقابلك هيقول لك محاضرة على عدم وجودك في المشتل بدون اذن. انا كنت ناوي اخد منه اذن بس ما لقيتوش في المعرض، ثم اني كنت نازل السوق اشتري حاجات المشتل، مش كنت بلعب يا اخي. تبقى خدت الاذن من ايه من مين؟ ايوه يا سيدي، ايوه خدت الاذن من عواطف. مش ده اللي كنت عايز تقوله؟ لكن الاذن ده تفتكر المعلم هيعترف بيه؟ يعترف بيه بقى ما يعترفش، هعمل ايه يا جابر؟ طلبات ضروريه كان لازم اجيبها، والا كان هيزعق ويفرج عليا اللي رايح واللي جاي، ما انت عارفه يا اخي. على رايك صوته ينفع صفاره انذار. بيني وبينك انا فكرت كام مره اسيب له المشتل بتاعه واتكل على الله. ومين سمعك يا جابر يا اخويا؟ لا بقى يا وحيد، انا اقدر اسيب المشتل بس ما افتكرش انت تقدر. ايه؟ ما اقدرش ليه يا جابر؟ عشان خاطر عيون اللي في المشتل. عيون؟
عيون ايه؟ مش فاهم. شوف يا وحيد يا اخويا، الانسان منا يقدر يداري كل حاجة الا حاجة واحدة، الحب. مهما حاول يخبي مشاعره بتفضحه ونظراته بتفتن عليه. من غير ما تكمل يا جابر، من غير ما تكمل. انت مش زميلي في الشغل وبس، انا بعتبرك اخويا. ما اقدرش انكر ان افضلك عليا وياما ساعدتني لما جيت اشتغل في المشتل هنا. عشان كده ما اقدرش اخبي عليك، ولازم افتح لك قلبي. عواطف، عواطف يا جابر هي كل حياتي وكل امالي في الدنيا، والحلم، الحلم اللي بحلم بيه من يوم ما جيت اشتغل في المشتل هنا. بس مع الاسف الحلم ده عمره ما هيتحقق. الله، ليه التشاؤم ده يا وحيد؟ بتسألني وتقول لي ليه يا جابر؟ انت بتغلطني ولا بتغلط نفسك؟ انا انسان اتخلقت مشوه، الناس بتخاف من شكلي. والغريبة اني عايش وسط الجمال، عايش طول النهار مع الورود والزهور. ان كانوا دول بيحسوا بيا، تبقى عواطف بتحس بيا. برضو بلاش التشاؤم ده، الراجل ما يشترطش فيه الجمال يا وحيد، والواحدة من دول عايزة ايه غير راجل يلمها ويعيشها ويملى عليها البيت. وانت عارف عواطف عايشة ازاي في بيت ابوها اللي بيقطر عليها وعلى العيلة كلها. يا راجل يا راجل، ده انت هترحمها من السجن اللي هي عايشة فيه. سمعي ما يقدرش يستغنى عنك ابدا، وفي نفس الوقت ما يقدرش يرفض اي طلب ليك لانك دراعه اليمين في المشتل. قصدك ايه يا جابر؟ قصدي تريح قلبك وتحل الموضوع. انا مش فاهم. هقول لك انا ازاي. اطلب ايدها من ابوها واؤكد لك انه مش هيرفض، هو هيلاقي احسن منك فين؟ وما تنساش انه راجل بيعبد الفلوس. شخشخ جيبك كده واطلع له بمهر كويس وهو يديها لك على طول. ازاي بس يا جابر؟ ازاي؟ طب عواطف هترضى؟ دي برضو ليها رأي يا اخي. رأي مين يا وحيد؟ ده ابوها ما يقدر عليه الا رب القدرة، راجل شديد وراسه ناشفة محدش يقدر يحكم عليه. اذا كنا احنا يا رجالة مش عارفين ناخد منه لا حق ولا باطل، يا راجل يا راجل اتكل على الله وقابله واطلبها منه ولا تترددش زي ما بقول لك كده. يا ريت يا ريت يا جابر، يا ريت. ده انا بقى اتخلقت في الدنيا من جديد. يا ولية، يا ولية بطلي طمع يا ولية. انا طماعه يا برعي؟ ايوه طماعة و60 طماعة. مفيش على لسانك غير قولة هات هات هات. انت فاكراني ايه؟ بطبع فلوس؟ انا مسؤول عن ارواح كتيرة يا هانم. انا بصرف على المشتل والمعرض والبيت وعلى العمال اللي عندي. عمال ايه اللي عندك يا حسرة؟ وحيد وجابر اللي انت قاطع قلبهم في مشتل طويل عريض ولا بتدهمش يوم اجازة، ولا كبدي عبد الجواد اللي شغلته عندك في المعرض شهرين واستغنيت عنه، مع انه خلالك المعرض حاجة تانية والزباين جريت عليه. ما انا كمان من غير مؤاخذة ما يبقاش عندي بنت طويلة عريضة قاعدة في البيت لا شغلة ولا مشغلة، واروح اجيب واحد غريب يشتغل في المعرض عشان اديله ماهية من دم قلبي. تقوم تشغل بنتك طول النهار في المعرض من غير حتى ما تشوف طلباتها؟ طلباتها؟ طلبات ايه اللي هي عاوزاها يا هانم؟ بنت من غير مؤاخذة مش ناقصها حاجة تلاحظ، واكلة شاربة لابسة احسن لبس، عاوزة ايه بعد كده؟ ناقصني كل حاجة يابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، البنت دي من غير مؤاخذة طلعت لنا منين؟ انت يا بنت ما رحتيش المعرض ليه؟ سايبه المعرض من غير حد فيه ليه؟ ما انا كمان ما اروحش المعرض ويجوا الزباين يشوفوني فستان مقطع. نعم؟ فستان مقطع؟ فين الفستان المقطع ده يا بنت؟ هو ده الدرس اللي امك اديتهولك يا هانم؟ وايه دخل امها في كده كلام يا معلم؟ امال يعني بنتك اتعلمت اللمضه دي من مين؟ جايز مننا بقى. امشي يا بنت، امشي يا بنت، نجري روح المعرض احسن قسما بالله. يعني يرضيك يابا اروح الشغل في فستان مقطع؟ انا مش شايف حاجه مقطعه من غير مؤاخذه، ده نتش صغير. ما كنتيش قادره يا اختي تخطفي رجلك لحد الرفه اللي جنبنا ترفيه، ولا رجليك عليها نقش الحنه؟ عارف ايه يابا؟ عارف فستان دايب. دايب؟ دايب؟ ده فستان دايب ده يا اخوانا؟ ده انا جايبهولك العيد اللي قبل اللي فات. لا وانت الصادق يابا، العيد اللي قبل اللي فات، يعني بقاله 3 سنين. شوف يا بنتي، الاسراف من الشيطان.
الجبة بتاعتي اللي انا لابسها دي من غير مؤاخذة بقالها 7 سنين، ما فكرتش يوم اجيب غيرها. عارفة ليه؟ عشان حاجتين اتنين. اول حاجة من فتقة دي متاه، تاني حاجة عشان تغييرها يبقى قلة عقل بزوطة. الجبة حاجة والفستان حاجة تانية يابا. طالعة فصيحة زي امك. ما امك هي السبب في البلاوي دي كلها، هي اللي بتحاول تقلبك عليا، لكن ده بعدها لا هي ولا انت ولا اي حد في الدنيا يهمني، ولا عمرك هتشوفي مني فستان بعد كده. ايه رايك بقى؟ طب بس هدي خلقك يا معلم. هدي خلق ازاي يا هانم؟ ما انت اللي علمتيها طولة اللسان. صحيح، اكفي القدر على فمها تطلع البت لامها. انت يا هانم خلاص طلعت فيها، لكن يكون في معلومك في حاجة لازم تعرفيها كويس. الطريق الى المأذون يبدأ بخطوة، واحنا بينا وبين المأذون خطوتين. مالك يا ابن وحيد؟ مقلدم كده ليه؟ لما بشوفك من غير مؤاخذة مرة فارد وشك ابدا. في حاجة يا ابني شغلك؟ لا يا معلم، لا. الدنيا كلها مشاغل يا معلم وما فيهاش راحة. حلاوتك زهقان يا ابني من الدنيا من دلوقتي؟ امال من غير مؤاخذة بكرة لما تكبر وبقالك عيلة وتخلف عيال والزمان يحملك مسؤولية هتعمل ايه؟ ربنا يدبر الامور يا معلم. وايه من غير مؤاخذة الصندوق اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ ده لا يا معلم، ده مش صندوق، ده كتاب. كتاب؟ انت لسه بتذاكر؟ انت مش خلصت المدرسة من زمان وخدت الدبلون؟ لا يا معلم، ده مش كتاب مدرسة. امال كتاب ايه اللي انت شايله ده؟ ووزنه يجي اكتر من 2 كيلو. ده يا معلم كتاب اسمه فن رعاية الزهور. الله اكبر، الله اكبر. اهو انت يا ابني دلوقتي شرحت صدري، حسستني انك واخد الحكاية جد. فن رعاية الزهور. ايوه كده. دلوقتي تو ما اطمنت ان جايز هيكون في نتيجة ان شاء الله يا معلم، ان شاء الله. انا الحقيقة بعمل اللي عليا وربنا يسهل، والمثل بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. صح يا ابني صح. ايه يا ابني، انا من غير مؤاخذة شايفك كده عاوز تقول حاجة ومتردد فيها. فعلا يا معلم، فعلا. انا عاوز اتكلم معاك يعني كلمتين كده. كلمتين بس؟ خد لك 100 كلمة. هو الكلام بفلوس؟ خير ان شاء الله. الحقيقة يا معلم انا عاوز افتحك في الموضوع ده من زمان، بس يعني اتكلم يا سعيد يا ابني، اتكلم. ولا عاوز تتكلم بالتقسيط المريح؟ الحقيقة يا معلم انا طالب منك ايد عواطف. وماله يا ابني؟ ما جراش حاجة. مش معقول يعني موافق يا معلم؟ لا صبرك عليا، صبرك عليا يا ابني. الحكايه مش كلمه ورد غطاها، لا. خلينا من غير مؤاخذه ناخد وندي في الكلام. انا مستعد لاي شيء تطلبه مني يا معلم، والمهر جاهز. المهر اللي انت هتطلبه هدفعه وزياده كمان لو حبيت. برضه يا ابني من غير مؤاخذه، انت مش عاوز تسمعني ليه؟ اتفضل يا معلم، اتكلم. انا من غير مؤاخذه يا ابن وحيد ما عايزش عليك بنت عواطف. كويس. بس بس ايه يا معلم؟ بس من غير مؤاخذه ما اقدرش اديك وعد اكيد، لان الحكايه فيها لفه شويه. لفه ايه يا معلم؟ عبد الجواد انت عارفه طبعا. ها؟ عبد الجواد مين؟ جرالك يا وحيد يا ابني؟ عبد الجواد اللي كان بيشتغل في المعرض عندي هنا. ايوه يا معلم، ايوه يا معلم، انا عارفه طبعا. هو الراخر من غير مؤاخذه جه قابلني وطلبها مني. ايه؟ طلبها؟ ايوه، بس انا برضو من غير مؤاخذه ما وعدتوش وعد اكيد. وسبتنا احنا الاتنين متشعلقين في الهوا. ليه يا معلم ليه؟ لان انا ليا شرط في الجوازه دي. شرط ايه بس؟ مش فاهم. انت عارف يا وحيد يا ابني اننا داخلين في مسابقه. عبد الجواد زيك كده عنده فكره عن الظهور. اللي هيجيني منه الخير ما استخسرش فيه الخير. اللي الزهره بتاعته هتكسب هيكسب عواطف. ايه مالك يا ابني؟ ساهمت كده ليه؟ ما بتردش ليه؟ كلامي صح ولا اكون غلطان يا سعيد؟ صح يا معلم. واتجرأت كده يا وحيد وكلمته في الموضوع؟ ايوه يا جابر. ومالك بترد من غير نفس كده ليه؟ يا ريتني ما كلمته، كنت فضلت على غماية على طول. انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم حاجه.
عواطف يا جابر، في واحد غير اتكلم عليها. وماله لما واحد غيرك اتكلم؟ البنت من دول بيجي لها عريس واتنين وتلاتة وبتاخد صاحب النصيب في الاخر. لكن ما قلتليش مين اللي اتكلم عليها ده؟ الجدع اللي اشتغل هنا في المعرض شهرين 3 ومشي. عبد الجواد؟ ايوه عبد الجواد يا سيدي. الله، وانت عرفت منين؟ المعلم قال لي لما طلبت منه ايد عواطف. قصدك تقول انه وافق على عبد الجواد؟ لا وافق عليك انت؟ برضه لا. جرى ايه يا وحيد يا اخويا؟ انت هتبرجل عقلي ليه؟ ولا برجل لك عقلك ولا حاجه. المعلم موافق علينا احنا الاتنين، بس بشرط. شرط؟ شرط ايه بقى؟ انه هيدي بنته للي هيكسب فينا مسابقه الزهور. ما هي المسابقه جوائزها كبيره، وانت عارف المعلم كويس. ياه، للدرجه دي الراجل ده بيتاجر ببنته ومش مقدر شعورها؟ ناس انها انسانه لها قلب ولها شعور ولها راي، يحرم بنته من حق اختيار شريك حياتها؟ ده حرام، ده ظلم. ومن امتى المعلم بيعرف معنى الحرام ولا بيقدر معنى الظلم؟ ده انسان عايش لنفسه وبس، ملوش هم الا جمع الفلوس. طيب وانت ما قلتلوش انك مستعد تدفع له مهر كبير؟ قلت له يا جابر، قلت له، بس المهر هيكون ايه جنب المكاسب اللي طمعان فيها في المسابقه؟ جابر. نعم. قول لي يا جابر. ايوه يا وحيد. انا هسألك سؤال، وحياة العشرة الغالية اللي جمعتنا سوا سنين طويلة، تقول لي بصراحة وما تخبيش عليا. اتكلم يا وحيد، انا عمري ما خبيت عليك حاجة يا اخي. انت كنت بتتردد على معرض الزهور اكتر مني. عاوزك تقول لي يا جابر، ما لاحظتش ان في اي علاقة بين عبد الجواد وعواطف؟ ايه يعني ما بتردش يا جابر؟ انا اتكلم يا اخي، اتكلم. جابر، انا عاوز ارسى على بر. انا ما اقدرش اكذب عليك يا وحيد، انا كنت شاكك في الموضوع ده. ايه شاكك ليه؟ لاني شفتهم ما بيبطلوش كلام مع بعض لما بيكونوا سوا في المعرض يعني، وارجع اقول جايز يكون كلامهم بعيد عن الحب، جايز يكون كلام عادي. لا يا جابر لا، عواطف انسانة جميلة واي واحد يشوفها ممكن يتعلق بيها، ثم ان عبد الجواد يعني. ما تشغلش نفسك اكتر ما انت مشغول يا وحيد، حط كل همك في المسابقة وما تفكرش الا فيها. وليه تحط في مخك ان الاتنين بيحبوا بعض؟ مش جايز هو بيحبها وهي ما بتحبوش؟ كل شيء جايز. ثم ان من معاشرتك ليا في المشتل انا شايف ان ليك خبرة كبيرة قوي في مسألة الزهور دي، وبالرغم من اني اقدم منك في المشتل لكن بصراحة بتعلم منك يا وحيد. ايوه بس مش جايز عبد الجواد يكون عنده خبرة اكتر مني؟ يعني كل شيء جايز. اهو ده اللي انا خايف منه يا جابر، هو ده اللي انا خايف منه. يبقى اتكتب عليا اتحرم من عواطف طول العمر، وانا عندي اتحرم من حياتي ولا اتحرمش منها. شوف يا وحيد، الدنيا زي ما فيها يأس فيها امل، والواحد لازم يجري ورا الامل يا وحيد. يلا بينا نروح نوضب حوض الزهور اللي هتعمل فيه التجارب بتاعتك، وانا مش هسيبك يا وحيد يا اخويا ابدا، ايدي على ايدك على طول. مش كده يا عواطف يا بنتي، قدر وانكتب علينا، هو اللي انكتب على الجبين لازم نشوفه يا بنتي. وانا ذنبي ايه؟ ذنبي ايه اتعذب في الدنيا كده يا اما؟ ابوكي طبعه كده يا حبيبتي، واللي فيه طبع ما يقدرش يغيره ابدا. ده وراني الويل من يوم ما اتجوزته، ما شفتش معاه يوم هنا ابدا. عشت معاه ايام الفقر ايدي على ايده، ودقت المر واستحملت، ولما اغتنى وبقى عنده فلوس وعمارة ومعرض برضه اللي فيه مقطر علينا برضه، ومخلينا دايرين زي الشحاتين. واحدة زيك وحدته ما خلفش غيرك، كان لازم يعيشك احسن عيشة ويلبسك احسن لبس، قال له تبقي زي بنات الجيران اللي حوالينا. انا كل ده ما يهمنيش ياما، يتحكم فيا زي ما هو عاوز، بس ما يحكمش على قلبي، ما يبعنيش بالفلوس ياما. ده ايه يا عواطف يا حبيبتي، هنعيده تاني. عينيكي يا بنتي، هو انت هتقضي النهار كله عياط يا عواطف؟ حاسه ان انا بتخنق ياما. معلش يا حبيبتي، ربنا احن منه ما فيش، والمثل بيقول اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. قصدك ايه؟ اتجوز الجدع ده اللي شكله؟ انا ما قلتش كده يا حبيبتي، ومحدش ابدا يقدر يغصبك على جوازك من واحد ما انتيش عاوزاه. لا في يا ابويا اللي ما حدش مننا في البيت يقدر يقول له لا،
ابويا للقرش عنده اهم مني ومنك ومن كل مخلوق في الدنيا. ابويا ملوش عزيز يا أم، يقدر يعمل كل حاجة من غير ضميره ما يحاسبه. انما قولي لي يا عواطف، ابوكي ما فتحليش سيرة الموضوع ده ابدا، امال انت عرفتيه ازاي؟ عرفته من ايه ابوكي فتحك في الموضوع ده؟ لا يا أم. امال ايه اللي عرفك يا بنتي؟ الله، ساكته ما بترديش ليه يا عواطف؟ ده انا امك يا حبيبتي، في واحده تداري سرها عن امها يا عبيطه؟ ده الام يا حبيبتي ستر وغطا. صرحيني يا بنتي، مش جايز اقدر اساعدك؟ دي دموعك اللي بتنزل من عينيكي دي بتكوي قلبي. انا عرفت من عبد الجواد يا أم. عبد الجواد؟ قابلتيه فين يا عواطف؟ هنا في المعرض. هنا في المعرض؟ ده ساب المعرض يا بنتي بقاله شهرين. جالي كم مرة علشان يقابلني يا أم. يقابلك ليه يا عواطف؟ أما انت قلتي لي ما اخبيش عليكي حاجة. عبد الجواد بيحبني يا أم. ها؟ من امتى؟ من ايام ما كان بيشتغل في المعرض. وانت يا عواطف بتحبيه؟ يو بقى يما، ما تكسفنيش. الحب مش عيب يا بنتي مادام يكون حب شريف. انا يما حبيته، اكمنه شاب مؤدب، ما حاولش في يوم من الايام يقول لي كلمة كده ولا كده، ولا يلمسني حتى. طيب وعبد الجواد ايه اللي عرفه بالموضوع؟ ابويا هو اللي قاله. هو عبد الجواد دخله ايه؟ ما هو جه لابويا يطلب ايدي منه، وابويا اشترط معاه نفس الشروط اللي اشترطها مع وحيد. مش بقولك عاوز مصلحته بس يا أم، ما عندوش مانع علشان خاطر الفلوس يدفني مع وحيد طول العمر. والنبي يا أم ابوس ايدك شوفي لي حل في الموضوع، انا خلاص هتجنن. صبرك يا بنتي صبرك، الصبر مفتاح الفرج. الحل في ايد ربنا، وربنا ما بيرضاش بالظلم ابدا، وهينصفك باذن الله. عبد الجواد جدع موزون وراسي، وعنده فكرة كبيرة برضو عن الزهور، وعلاوة على الشهادة بتاعة الزراعة اللي واخدها اتمرن تحت ايد ابوه. ما هو ابوه الله يرحمه كان جنايني، وطول النهار كان بيشغله معاه في الجنينة، وجايز ربنا ينصره يا بنتي وتتحل من اقرب طريق. مش باين يا أم، عبد الجواد نفسه خايف من وحيد، وبيقول ان وحيد بيقرا كتب كتير عن الزهور وعنده فكرة عنها اكبر منه. بس يا عواطف احسن ابوكي جاي، يا ترى ايه اللي جابه بدري كده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ سايبين شغل البيت يا هوانم وقاعدين تتسامروا؟ يا ترى بتقطعوا في فروة مين؟ انت راجع بدري ليه يا معلم؟ نعم، راجع بدري ليه؟ حلوة، حرمنا المصون بتسألنا راجع بدري ليه؟ حلوة أوي. الستات بتفرح لما جوازها بتيجي البيت بدري، وانت زعلانة راجع بدري ليه؟ ايه يا هاني، مش عاوزاني ارجع البيت ولا ايه؟ لا قصدي يعني مش عاوزك تيجي الظهر قبل الساعة 3. انا من غير مؤاخذة مش جاي اتغدى، مش جاي اطفح، انا جاي اشوف شغلي. دفتر الشيكات كان هنا تحت المرتبة، راح فين؟ انا عاوز الدفتر يجي في ظرف 1 minute، يعني دقيقة واحدة. خلاص يا سي وحيد، خلاص يا عم، محدش هيعرف يكلمك بعد كده. ليه بس يا جابر؟ الا ليه؟ الف الف مبروك، خلاص ضمنت تكسب البريمو. بجد؟ يعني قدرت اطور شوية في شكل الزهرة؟ شوية وبس، ده حوض القرنفل بتاعك ده عاوز واحد مبخراتي يبخر حواليه 3 ايام، ومعاه 4 مبخرات كمان. ايوه من عين الحسود مش كده؟ لا من عين الحساد. يعني قول لي بجد، يعني قدرت انتج قرنفلة تستاهل؟ يعني انت وهي تستاهلوا السلامة. خلاص يا عم، تبقى ضمنت حبيبة القلب والروح، والسعد لاح وهلت الافراح. متهيألي يا جابر ان ده حلم، وهيبقى علم عن قريب باذن الله. ربنا يسمع منك يا جابر،
ربنا يسمع منك. بس يا يعني اخويا بطل كلمة بس يعني دي. لا لا يا جابر، لازم اقولها، مش قادر اخدع نفسي. انا عارف انت عاوز تقول ايه، عايز تقول الكلام اللي قلته لي 1000 مرة، وانا رديت عليك 1000 مرة برضو، وقلت لك ان الانسان شخصية يا وحيد، مش مظهر. انت بتقول الكلام ده بس عشان بتحبني، بتصبرني يا جابر. لا والله انا بقول لك الحقيقة، وعاوز اقول لك حاجة كمان. اللي بيحب انسان يا وحيد ما بيشوفش عيوبه. ما بتسمعش المثل اللي بيقول مراية الحب عمية؟ انا معاك يا جابر، بس يعني بس هو يعني معقول ان عواطف تحبني انا؟ الله، وما تحبكش ليه بس؟ هتحب فيا ايه؟ هتحب فيا ايه بس يا جابر؟ رجولتك، اخلاقك، شهامتك، حنانك. جرى ايه يا وحيد؟ هو اللي بيحب انسان بيحبه الجمال وبس؟ ما تحبكش ليه وهي شايفة وعارفة قد ايه انت تعبت عشان تقدر تاخد الجايزة اللي هتوصلك ليها؟ يلا قوم بينا ناخد جولة في المشتل كده عشان تريح اعصابك التعبانة دي. ولا اقولك تعال نروح المعرض، تخطف لك نظرة من حبيبة القلب، ويا حلاوتك بقى لو قدرت تخطف ابتسامة. وبعدين يا عبد الجواد؟ ولا قبلين يا عواطف، زي ما انت شايفة كده مش قادر اوصل لحاجة ابدا. قريت وسألت ناس بيفهموا كويس في الزهور، وزرت مشاتل هنا وفي بلاد تانية، والنتيجة زي ما انت شايفة. اللي انا شايفاه ما يبشرش بالخير يا عبد الجواد. ده اللي مخليني عايش في الفكر ليل نهار. قولي لي يا عواطف. ايوه يا عبد الجواد. انت شفت زهور وحيد، ايه رأيك فيها؟ ما تفكرنيش والنبي يا عبد الجواد. انا كل ما افكر في الزهرة بتاعته الارض تلف بيا والدنيا تضيق في عينيا، وارجع اشوف الزهرة بتاعتك اسمعها بتقولي خلاص يا عواطف ملكيش نصيب في عبد الجواد. مش ممكن يا عواطف، انت ما تعرفيش انا بحبك قد ايه. ده انت حياتي كلها، ما اقدرش ابعد عنك دقيقة واحدة. لكن المطلب اللي طلبه ابوك مني مطلب مش في ايدي. يا ريته كان يحدد لي اي مهر وانا كنت ادفعه مهما كان المبلغ بتاعه. انا عارفة يا عبد الجواد، والمعزة اللي انت بتعزها لي انا بعزها لك واكتر شوية. انا كل ما يأس بحاول ابني الامل من جديد، بحلم وبكدب على روحي واشوف نفسي عايش معاكي في عيش هادي جميل بيجمع اسعد حبيبين في الدنيا، وارجع اصحى من حلمي واشوف نفسي ما خدتش اي جايزة في المسابقة. حزن الدنيا كله يسكن في قلبي، لان ده معناه اننا نفترق عن بعض العمر كله. مش كده يا عبد الجواد؟ انا مش عاوزة اليوم ده يجي ابدا. ما تسيبنيش اعيش العمر كله على الامل اللي راح مني. ارجوك يا عواطف بلاش دموعك دي يا حبيبتي، كل دمعة من دموعك بتنزل بتكوي قلبي. انا زيك تمام يا عواطف، ما اقدرش اتصور حياتي في بعدك هتكون ايه. ازاي اتحرم منك، ازاي اعيش بعيد عنك. انا يوم ما عرفتك وحسيت انك بتحبيني وبتبادليني الحب اللي في قلبي، بدأت احب الدنيا وقلت هتعوضيني حنان ابويا وامي اللي ماتوا وانا صغير. كفاية يا عبد الجواد، انا مش طايقة اسمع الكلام ده منك. ما افتكرش ان ربنا هيرضى يحرمنا من بعض، لانه عارف احنا بنحب بعض قد ايه. كل اللي احنا بنقاسيه جناية ابوك علينا، ابوك اللي حب المال نساه كل حب تاني في الدنيا. يا سلام، معقول حب المال يقسي القلوب بالشكل ده؟ وانت شفت منه ايه يا عبد الجواد؟ ده طلعني من المدرسة من سنة اولى ثانوي علشان ما يدفعليش حق الكتب. امي دي مسكينة يا ما قاست الويل من بخله وتقطيره، واحنا خلاص خدنا على كده بنقول هي عيشة والسلام. انا عاطف خدمته خدمة العبد للسيد، كنت بقعد زيك كده من اول النهار لاخر النهار في المعرض اللي كانت زهوره مرمية هنا وهناك،
رتبتها ونظمتها ونسقتها ال3 شهور اللي اشتغلت فيهم عنده في المعرض. كل شهر كان بينقصني من مرتبي 10 جنيه، وفي الاخر استكتر مرتبي واستغنى عني. وشغلني مطرحك علشان يوفر المرتب اللي كان بيديهولك. وياما قلت له ان انا بتكسف من وقفتي في المعرض والرجاله داخله خارجه فيه. طبعا ولا كأنك قلت له حاجة. ده اللي حصل. انا همه في ايه؟ ما هو وفر اجرة بياع. صدقيني يا عاطف، لو كان عرض عليا اشتغل عنده بلاش كنت رضيت وما احترش الحيرة اللي كنت بحترها دي. حيرة؟ حيرة ايه يا عبد الجواد؟ الغيرة يا عاطف، الغيرة اللي كانت بتقتلني وانا شايف شوية شبان بيجوا المعرض عشان يعاكسوا مش عشان يشتروا، واللي كان مصبرني اني واثق في اخلاقك. حبيبي يا عبد الجواد، بتغير عليا للدرجة دي؟ اللي بيحب انسان لازم يغير عليه. ايوه بغير عليك، بغير عليكي بجنون كمان. عشان كده. عشان كده ايه يا عبد الجواد؟ ما تكمل. انا فكرت اخيرا في فكرة يمكن ترضي جشع ابوكي. فكرة ايه؟ انا عاطف ما اقدرش اضحك على نفسي. انا يائس خلاص من اي جايزة اخدها في المسابقة دي. يعني خلاص قطعت الامل؟ لا، هوصله من ناحية تانية. مش فاهمة، عاوز تقول ايه يا عبد الجواد؟ انا ورثت من ابويا حتة ارض زراعية حوالي 18 قيراط. والدي اشتراها قبل ما يموت ب2 شهور. كان بيفكر يعملها مشتل للزهور لانه كان جنايني زي ما قلتلك قبل كده. بفكر ابيعها وادفع لابوكي من تمنها المهر اللي يرضيه. ومش كده وبس، مش هخليه يكلف نفسه ويجيب حاجة من الجهاز لان انا هتكفل بكل حاجة. يا سلام يا عبد الجواد، للدرجة دي عاوز تضحي علشاني؟ مفيش حاجة في الدنيا تغلى عليك يا حبيبتي. ايه قيمة الفلوس جنب السعادة اللي احنا بنحلم بيها؟ دي النظرة من عينيك الحلوة اغلى من كنوز الدنيا كلها. انا ما استاهلش التضحية الكبيرة دي منك، لكن اذا كانت دي رغبتك خلاص يا عبد الجواد، جرب يا حبيبي. يمكن، مين عارف، يمكن الفلوس تغريه ويوافق على جوازنا ويكون آن الأوان بقى علشان نرتاح من عذاب الحيرة اللي احنا عايشين فيها دي. خسارة يا جدعان، خسارة يا جدعان. خلاص سلمت، رفعت الراية، رفعت ايدك لفوق يا سي عبد الجواد. غصب عني يا معلم، انا حاولت كتير وتعبت كتير ولسه بحاول. تعبت في ايه من غير مؤاخذة؟ وايه الفايد؟ ايه النتيجة؟ اللي بيتعب ده من غير مؤاخذة لازم يوصل لنتيجة. مش لازم يا معلم. ما هو ايه؟ ما هو ايه يا راجل؟ تقدر تقولي من غير مؤاخذة حضرتك قبلت تدخل في المسابقة من الاول ليه؟ كنت فاكر المسألة بسيطة وكان عندي امل. نعم يا اخوة، نعم يا حبيبي، كان عندك امل والامل راح فين؟ ضاع خلاص يا سي عبد الجواد. اكدب عليك يا معلم لو قلت لك لا. بس انا يا معلم جاي لك مخصوص عشان اتفاهم معاك في موضوع وصرحك بحاجة كنت مخبيها عليك لحد النهاردة. صرحني، افتح لي قلبك من غير مؤاخذة، قول يا سي عبد الجواد. انا بحب عواطف وجاي. كل الدنيا بتحب عواطف، لكن عواطف بتحب مين؟ على العموم مش انت بس من غير مؤاخذة اللي بيحب عواطف. العرسان يا ابني بيحوموا حواليها زي النحل اللي بيحوم من غير مؤاخذة حوالين الخلية. اللي بيحب عواطف قال. وحضرتك طبعا جاي عشان تطلب ايدها مني. ايوه يا معلم. يعني من غير مؤاخذة عايز تتجوزها حلواني كده؟ حلواني ازاي يا معلم؟ اللي انت هتفرضه عليا مش هتأخر عنه. انا اشترطت من غير مؤاخذة عليك قبل كده شرط الجواز. ايه لزوم اللف والدوران بقى؟ ما انا مش قادر عليها يا معلم. تبقى خليت بالشرط، ولما اقول لك مش هديك بنتي ابقى انا في حل من وعد ليك. طب ارجوك تسمع كلامي للاخر يا معلم. اتفضل قول. انا عندي حتة ارض مستعد ابيعها وادفع لك المهر اللي انت عاوزه، وهقوم كمان بكل تكاليف الجهاز، يعني مش راح اكلفك مليم واحد.
وانا من غير مؤاخذه ايه اللي هستفيده يا سي عبد الجواد؟ طول عمري بصرف على بنتي اكل وشرب واحسن لبس واحسن تعليم، حضرتك عاوز تاخدها على الجاهز كده؟ ثم ان من غير مؤاخذه يعني بنتي بتوفر عليا ال100 جنيه اللي انت كنت بتقبضهم مني في الشهر وانت في المعرض. يعني بحسبه بسيطه كده بنتي بتوفر عليا في السنه 1200 جنيه. يعني ايه يا معلم؟ مش فاهم. مش فاهم دي يا ابني مش مسؤوليتي. العموم انا اللي عندي قلته، وافهم بقى زي ما تفهم. بس انا عاوز اقول لك حاجه واحده، انا ما رجعتش بكلامي. انا المعلم بر على سن وربع، كلمتي واحده وما نزلش فيها ابدا. انت يا ابني اللي خليت، انت اللي رجعت. وحيد بقى من غير مؤاخذه اللي الزهره بتاعته هتكسب باذن الله هديله عواطف بنتي، وانا هكسب ال30,000 جنيه قيمه المسابقه. افتكر فهمتني دلوقتي كويس قوي. ودلوقتي من غير مؤاخذه اقدر اقول لك مع السلامه ونتقابل في زهره اخرى. وحيد وحيد، ايه يا ابني؟ مالك يا وحيد؟ مالك اتخضيت كده ليه وانا بناديلك؟ لا ابدا مفيش حاجه يا جابر، مفيش حاجه ابدا. ايه يا راجل؟ ده انا ناديت عليك 3 مرات وانت ولا هنا، قاعد تحت شجره التمر حنه وسارح في ايه بقى؟ ما قول لي عشان اسرح معاك انا راخر. مش يمكن سرحان في حاجه حلوه؟ فعلا انا فعلا كنت سرحان يا جابر. في حبيبه القلب طبعا. حبيبه القلب دي يا جابر يا اخويا فكري سرحان فيها على طول، انما دلوقتي انا كنت سرحان في حاجه تانية. حاجه تانية؟ وايه بقى الحاجه التانية دي؟ اليمامتين اللي واقفين دول فوق الشجره. ايه يمامتين؟ مالهم؟ شكلهم عاجبك قوي ولا تكون عاوزني اصطادهم لك عشان تتعشى بيهم الليله؟ لا بص عجبني منظرهم قوي. عجباني حياتهم وألفتهم وعشرتهم الحلوة. يا سلام، حياتهم كلها حب وإخلاص ومشاركة، ما بيعرفوش معنى الخصام. أنا براقبهم بقالي أسبوعين دلوقتي. يا سلام يا سلام يا جابر، يا سلام لما تشوفهم وهم بيتعاونوا في بناء العش اللي هيجمعهم سوا. هو يطير يجيب له قشاية، وهي تطير تجيب قشاية من يمة تانية. يا سلام. ايوه، ولو ولفته غابت عن عينيه شوية يفضل قلقان ويطير بين شجرة وشجرة وينادي عليها يا عيني، ولا يهدالوش بال الا لما يشوفها رجعاله. يا سلام. عارف يا جابر، يفضل يطير يطير حواليها ويحوم كأنه بيسألها هي كانت فين. يا سلام يا جابر، يا سلام، مفيش في الدنيا اجمل من لقى الحبيبين. ربنا يهني يا سيدي كل حبيب بحبيبه. لا دي سرحة كبيرة قوي قوي قوي. انا بحسدهم يا جابر، بحسدهم لاني محروم من السعادة اللي هم عايشين فيها. انا كان نفسي يا جابر بكرة تنول كل اللي في نفسك يا وحيد. المسابقة بشايرها هلت في حوض القرنفل بتاعك، وبكرة يا عم تستلم يمامتك وتبنوا سوا عش اجمل 100 مرة من عش اليمامتين بتوعك دول. لا يا برعي، حرام عليك. حرام عليك دي؟ ايه حرام عليك دي يا وليه؟ حرام عليها في ايه؟ هو انا وليه كل حاجة اعملها تقولي لي حرام عليك حرام عليك؟ بس هدي اخلاقك يا معلم، هدي اخلاقك. احنا دلوقتي بنتناقش مش بنتخانق يا معلم، انا بتفاهم معاك. حاضر، هريحك. اتفضلي يا مدام، اتفاهمي زي ما انت عايزه. اتفاهمي يا مدام يا ام المفهوميه. انت يوم ما اتجوزتني حد غصبك على جوازي يا معلم؟ اعملي معروف الله لا يسيئك، ما تفكرنيش باليوم الاخضر ده. اخبر؟ ايوه،
اخضر ومهبب وملوش لون. اعمل ايه بقى؟ ساعات الواحد بتجيله طوفة في دماغه يوافق على عملة بيندم عليها طول العمر. الله يسامحك يا معلم، برضو مقبولة منك. بس عاوز اسألك سؤال، انت خدتني غصب عنك؟ فشل والف فشل. غصب عني ازاي؟ انا ما اتخلقش من غير مؤاخذة في الدنيا دي ايوه مخلوق يخليني اعمل حاجة تكون مش على مزاجي. طيب بقى من غير مؤاخذة يعني، مادام ده شرعك يا معلم يبقى واجب عليك انت كمان ما تغصبش على حد يعمل حاجة مش على مزاجه. اسمعي، قصري، هاتي من الاخر. بتلف وتدوري عاوزة تقولي ايه؟ انا من غير مؤاخذة مش فاهم. عواطف تاني؟ مالها عواطف؟ يعني يا معلم انا خايفة يعني تظلمها. اظلمها في ايه يا لواحظ؟ ما انت من غير مؤاخذة عارفة الحكاية كلها. دي شروط انا اشترطتها عليهم وهم وافقوا على الشروط دي. يعني من غير مؤاخذة مفيش حد ضرب حد على ايده. يعني بقول يعني جايز يا معلم يعني تكون بتحب اللي ما يعرفش يقوم بالشرط وما بتحبش التاني. اسمعي، حبش اسمع الكلمة دي. ايه بتحب دي؟ ايوه انت اللي بتسخني ودن البت بكلمة حب دي. اسمعها يا ولاية، مفيش حاجة في الدنيا اسمها حب. الحب ده من غير مؤاخذة ما بيأكلش عيش. القرش هو اللي بيأكل عيش وبينفع ساعة الشدة. يا معلم بس اسمعيني انت على كلمة حب دي ما تجيبهاش على لسانك تاني هنا في البيت. وانا من غير مؤاخذة عندي بنات تقول اخد ده ولا اخدش ده نقطم رقبتها ورقبة امها. خلاص الموضوع انتهى. جم والزند. اتفضلي روحي هاتيلي الغدا بتاعي خليني اطلع. لا ده انت تحط في بطنك بطيخة صيف يا وحيد. ده انت بإذن الله هتكسب مكسب دبل. هتكسب اعجاب زوار المعرض وهتكسب القضية المهمة قوي بتاعتك. ده انت لازم تفرح وتزقطط وتملى الدنيا غنى. ايوه انا فعلا فرحان بالزهرة بتاعتي، لان عملت التجربة كان نفسي اعملها من زمان والتجربة نجحت. طيب انما يظهر ان فرحتي يعني مش هتتم يا جابر. كلامي ده ايه اللي بتقوله ده يا وحيد؟ ده عبد الجواد خلاص يئس وحط صوابعه العشرة في الشق. دي الفرحة هتتم قوي 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 وتتم الافراح بقى والليالي الملاح. لا 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 لا, لا يا جابر، انا ما افتكرش. ما تفتكرش ايه بس؟ ايه يا وحيد قصدك تقول ايه؟ عم برعي هيرجع في كلامه؟ لا يا جابر، انا اللي هرجع في كلامي. ايه بتقول ايه؟ ترجع في كلامك بعد المجهود الكبير اللي انت قمت بيه ده؟ ارجوك يا وحيد ما تجننيش، انا مخي خلاص باظ. ده مش وقت هزار يا اخي. عواطف مالها؟ عواطف قلبها مشغول بانسان تاني. ايه؟ بتحب عبد الجواد يا جابر. ايه ده؟ ايه وحيد؟ اياك تكون اتأثرت بالكلمتين اللي انا قلتهم لك قبل كده. انا والله ما كانش. انا يا جابر شفت بعيني وسمعت بودني. ايه؟ شفت بعينك؟ شفت بعينك ايه بقى وسمعت ايه؟ شفت الدموع بتجري في عينيها وهي واقفة بتتكلم معاه، وسمعتها بتقول له انها ما تقدرش تعيش من غيره، وتهيألي ساعتها ان دموعها كانت بتتكلم وتقول لي حرام عليك يا وحيد. ايه ده؟ حرام عليك تفرق بين قلبين. ما تتصورش قد ايه صعبت عليا يا جابر. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا وحيد؟ صعبت عليك ايه؟ ولا صعبتش عليك نفسك يا وحيد؟ تفضل تصارع موج البحر سنين ولما توصل البر عاوز تسيبه وترجع للبحر تاني؟ مش هين عليا اشوفها بتتعذب يا جابر. اذا كان حبها لعبد الجواد زي حبي انا ليها ابقى واظلمها اكبر ظلم.
حرام عليا اخلي النار اللي بتكوي قلبي تحرق قلبها. ارجوك يا وحيد، بلاش دموعك دي. هي الرجالة بتعيط برضو يا وحيد. معلم، يا معلم، انا يعني في حاجة كده عايزة اقولك عليها، بس خايفة. لا ما تخافيش يا لواحظ، انت بختك حلو. انا في لحظة انسجام وقلبي منشرح. قول يا لواحظ، عايزة تقولي؟ يعني انت منشرح؟ ايوه يا لواحظ، في ايه؟ طيب قول لي يا معلم، صحيح وحيد هيسيب المشتل؟ نعم؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ جبت من غير مؤاخذة الكلام ده منين يا ولية؟ ما انت كنت رايق. انت حكننت عليا. الله. انت هتخربني بتقولي ايه يا ولية؟ بتقولي ايه؟ يسيب المشل؟ سمعت الكلام ده منين؟ يا معلم، مش احنا قلنا ان انت رايق دلوقتي ولا ايه؟ جاوبيني، سمعت الكلام ده منين؟ انا يعني سمعت طرطيش كلام كده يا معلم. ما هو انتوا كده يا ستات. ايوه انتوا كده في تصديق طراطيش الكلام ما جابتكوش ولاده. صحيح ما كذبش اللي قال ان اللي عاوز يعمل اعلام ببلاش يقولوا لواحده ست ويقول لها ده سر ما تقولوش لحد. يا سلام عليك يا معلم، وده وقت هزار برضه. ومين اللي بيهزر فينا يا وليه؟ انا ولا انت؟ الا الواحد يسيب الشغل اهل. ده مستحيل، مستحيل ده يحصل. انا مستحيل؟ مستحيل ليه بقى يا معلم؟ بكره تعرفي مستحيل ليه. عشان من غير مؤاخذه كمال يا هانم تبطلي الاشاعات الفاضيه اللي انت بتقوليها دي يا ست طراطيش. ايه ده وحيد؟ ايه وحيد، ايه؟ معقول اللي انا شايفه ده؟ في ايه؟ مش دي عواطف وعبد الجواد جايين من بعيد اهم؟ صح ولا مش صح؟ ايه ده؟ ده يظهر قاصدين يجوا هنا في المشتل. ايوه يا جابر، انا عارف انهم جايين. ايه؟ عارف منين؟ انا مديهم ميعاد يقابلوني هنا دلوقتي. ليه؟ مديهم ميعاد ليه؟ ناوي تقول لهم على ايه يعني؟ ناوي تعمل ايه؟ انا مش فاهم حاجه. قبل ما اقول لك انا هعمل ايه، عاوز اقول لك اني هسيب المشتل. لا بقول لك ايه وحيد، بلاش بقى الحاجات دي، ما تجننيش بقى. مش معقول تسيب المشتل ازاي يا اخي؟ اسمعني بس، هسيب المشتل واسيب البلد خالص. هسافر يا جابر، هسافر واروح بلد تانية. تسافر ازاي يا وحيد؟ لازم اسافر علشان انسى. ما اقدرش اشوف عواطف بتتجوز غيري قدام عينيا. ما اقدرش وما اقدرش في نفس الوقت احرمها من السعادة اللي هي بتحلم بيها وبتتمناها. مش ممكن افرق بين قلبين بيحبوا بعض يا جابر، مش ممكن. ايوه يا وحيد بس صحيح فراقك هيعز عليا، وما اقدرش انسى عشرتك الحلوة ووقفتك جنبي في كل مشكلة حصلت لي. لكن اعمل ايه يا جابر؟ ده قدري. قصدك يعني تقول ان عبد الجواد هو اللي... بس يا جابر، احسن دول قربوا مننا خالص. اهلا يا عبد الجواد. اهلا يا عواطف. ازيك يا وحيد؟ اهلا بيكم. طبعا انت دعينا عشان نتفرج على زهرتك الحلوة. عواطف بتشكر لي في الزهرة قوي. الزهرة الحلوة دي انت اللي انتجتها يا عبد الجواد. ايه؟ انت بتقول ايه يا وحيد؟ بقول ان عبد الجواد هو صاحبها، وهتتقدم باسمه في المعرض. انا وعبد الجواد اخوات، مفيش بيننا فرق. وانا هقول للمعلم برعي ان الزهرة زهرة عبد الجواد لانه ما شافهاش لحد النهاردة. لكن انا يا وحيد يعني هتقول انها زهرة عبد الجواد صحيح يا وحيد؟ ايوه يا عواطف، انا وعبد الجواد واحد. ايوه بس انت بذلت مجهود كبير فيها يا وحيد. لكن ايه المناسبة انك انت تتنازل عنها لعبد الجواد؟ انت مش كنت تقدمت لابويا علشان... انا كنت اتقدمت صحيح، لكن غيرت رأيي لان نويت خلاص اخطب. انا هخطب بنت عمي
وهسافر اعيش معاها في الصعيد على طول. هتعز علينا يا وحيد. ده عشرة غالية قوي. ها؟ غالية ومش ممكن ننساها. كده برضه يا وحيد؟ كده تخبي على اخوك حبيبك صديقك خبر سفرك طول المدة دي؟ كده برضه يا وحيد؟ ويهون عليك تسيبنا؟ غصب عني، غصب عني يا جابر. الظروف لما تحكم على الانسان بيبقى حكمها صعب قوي. اوعى اوعى يا وحيد تسافر من غيري. انا هاجي اوصلك لحد المحطة. وانا هاجي مع جابر اوصلك. وانا لو كانت ظروفي تسمح كنت هاجي اوصلك برضو، مش لغاية المحطة وبس، لا، لحد بلد خطيبتك وابوسها واقول لها الف الف مبروك.